السلام عليكم أحبائي. وصفتنا لهاي اليوم وهو أكلة طبعا كلش طيبة ولذيذة وأكيد لها محبين، وهي وحش الطاوة. تعالوا خلينا نشوف ما هي المكونات لهاي الأكلة، وإن شاء الله حتتابعون الفيديو للأخير. أول شي نبدي بسم الله. عندنا هنا كوب من عدس الأخضر اللي أكيد راح أغسله مسبقا وأجهزه وأخليها بداخل مقلاية أو طنجرة صغيرة، وأضيف له كمية من المي حتى عندي كاملة يجهز. بهالأثناء أحتاج اللي هو نصف ملعقة من الكمون الجاف، اللي حتى البعض حتى لا يسبب عندهم اشكال بالمعده عفوا، فيكون عندهم انتفاخ او الى اخره. فضفت كميه من الكمون. بهاي الاثناء عندي حبايتين من الباذنجانه حقشرها واقطعها لاربع قطع وملحها لحد ما عندي تنشف حتى تجهز اقليها. بهاي الاثناء اوصل المرحله اللي بعد الطبخه اللي هي احتاج الطنجره، وضفت كميه من الزيت، وعندي مسبقا اني مجهزه حبايتين من البصل اللي قطعتها على شكل شرايح اضيفها للزيت. وعندي هنا الحراره تكون دائما قليله، يعني دائما اوصيكم بالحراره تكون الطبخ مالتكم يكون على حراره واطيه. ليش؟ لانه تعطي النتيجه افضل واطيب بالنهايه. راح تشوفون الطعم الطبخ مالتكم مختلف كامله، احسن ما نسرع او نزيد بالحراره. عندي هنا البهارات اللي هي عباره عن ملح، نصف ملعقه من كركم الاصفر، ونصف ملعقه من فلفل الاسود اللي احنا نحتاجها بهاي الطبخه. هنا خلطتها. وراح احتاج طبعا اكيد 4 حبات طبعا اني من الثوم مسبقا جهزته. هنا بس مجرد عندي البصل ما يبدي يذوب، بعدين راح اضيف عندي الثوم ما راح اضيفه ويا البصل، لانه ما اريد عندي طعم الثوم يعني يبقى الطعم موجود بداخل الاكله، ما اريد لونها يتغير الثوم. فلهذا خليت عندي البصل يجهز، بدا يذوب، وذبيت عندي ال4 حبات من الفص من الثوم اللي مبروش مسبقا. هاي الطبخه احتاج ملعقه وسط من النعناع الجاف، طبعا يكون افضل اذا يكون جاف بهاي الطبخه. في حاله ما متوفر عندكم تقدرون تستبدلوها بالطازج، ماكو اي اشكال، بس انا دائما احب تكون بهاي الطبخه نوع من هاي الطبخه ويا الباذنجان ويا وحش الطاوه يكون النعناع الجاف. طبعا هنا ضفت كل المكونات، اقلبها لحد ما عندي اتاكد. طبعا ريحتها قبت تعط. شوفوا الثوم ده، تشوفون لونها بعدها ما متغير، هو هذا الهدف اللي انا اريده. ما اريد لون الثوم كليا يختفي، يعني من قصدي اقول اللون، قصدي حتى الطعم، لانه ما اريد عندي كامله يختفي طعم الثوم. عندي مسبقا طبعا الباذنجان، اني بعد ما ملحتها قطعتها وملحتها خليتها تصفى كامله. هنا جهزتها، وطبعا ما صورتها لكم. ليش؟ لانه حبيت احاول انا اقصر بامكان من الفيديو حتى لا يكون عندكم الفيديو ممل، وما راح اكيد تشوفون الفيديو للاخير، لانه اكو ناس هواي يحبون دائما يعبرون بالفيديو حتى لا يطول عندهم، يكون عندهم ممل، يحبون ان يشوفون النتيجة اكثر من كل شيء. ضفت هنا الباذنجان، عندي العدس طبعا جهز، راح اصفي المي اللي بداخله كاملة واضيفه لهذا الخليط. الباقي المكونات بالنسبه هنا طبعا بعد ما عندي ضفت العدس، نقص الحراره بعد اكثر حتى عندي ينطبخ بصوره صحيحه. هنا احتاج الى مضرب يدوي، ما استخدمت مضرب الكهربائي. ليش؟ لانه ما اريد اتخلص، اريد تكون الشعيرات تكون على شكل شعيرات من الباذنجان بداخل هاي الطبخه. إذا استخدمتوا مضرب الكهربائي راح يكون عندكم تقريبا يختفي، فلهذا أنا استخدمت مضرب اليدوي يكون أفضل بهاي الطبخة. أو إذا ما تكون عندكم حتى للسهولة تقدرون تستخدموا المضرب الكهربائي حسب رغبتكم. فهنا بعد ما ضفت المكونات أحاول أن أغير عندي الحرارة على حرارة أوطى يكون، وأضيف باقي المكونات. بالنسبة اللي أحتاجه هي الكشك بهاي الطبخة. طبعا الكشك أنا هنا طبعا ما أعرف أثناء التصوير يا ترى شنو صار،
صار عندي انقطاع بالفيديو اللي من ضفت الكشك، اللي أكيد راح تعرفون شنو الكشك. أني مصورة عدة طبخات مستخدمة الكشك الجاف اللي هو على شكل لبن يكون أو زبادي مثل ما يقولون، احنا العراقيين نقول لبن، يكون متبخر، يعني بعد ما يطبخوه يتبخر ويصير على شكل شوية ناشف بطعم مختلف من الزبادي العادي. بس أنا هالمرة أخذت نوعية اللي هي تكون سائلة بس نفس الطعم، بس حبيت أغير أو أشوف شنو المختلف بيه، بس شفتها نفس الشيء وأكيد أنا صورتها لكم. بعد ما عندي هنايا انقطع عندي الفيديو من ضفت عندي الكشك للطبخ، ضفت هنايا ملعقتين من الكشك. في حالة ما تحبون طعمها تقدرون تستبدلوها بالزبادي، بس أنصحكم أن تكون الزبادي يكون حامضة. كل ما الزبادي يكون عندكم حامضة تكون النتيجة أفضل. هنايا استخدمت المضرب اليدوي مثل ما تشوفون هنايا وعلى حرارة كلش قليلة. هاي الطبخة 100% نباتية. أكو البعض يطبخوها يضيفوا لها لحم أو صدر الدجاج، أنا لا ضفت أي لحم أي شيء حتى يكون نباتي 100%. ما حبيت أن أضيف له بصراحة، لأنه أنا هاي الطبخة أحب تكون بدون لحم، فما ضفت اللحم. فلهذا السبب حبيت أنا أشارككم وياي، وأكيد للأشخاص اللي يحبون أكلات النباتية بدون لحم راح يكون لهم أحسن. هنا بعد ما عندي شوية بدأ يجهز عندي الأكلة والطبخة، ضفت عندي الكشك اللي أحتاجها مثل ما قلت لكم ملعقتين وعلى حرارة هادئة كلش، اللي خليتها لحد ما عندي ينطبخ. هنايا بهالطبخة مالتي طبعا استخدمت كوب واحد من العدس الأخضر، بالإضافة حبايتين من الباذنجان. بالنسبة أعطاني طبعا صحن كلش كبير، لأنه بصراحة يعني ما كنت متوقعة يكون هاي الحجم مالتها. في حالة تقدرون الزيتون أو تنقصون حسب عدد الأسرة اللي عندكم. هاي الطبخة حالة حال المقبلات تقريبا تكون مثل الحمص بطحينة أو عندنا البابا غنوج أو أي شيء. هنا شو نسوي؟ نحطها بداخل علبة بعد ما عندنا نظاف، داخل علبة أكيد يكون بها غطا، ونخليها بداخل البراد. تقدرون تتناولوها حار وتقدرون تناولوها بارد اعتيادي. مثل ما قلت لكم هي حالها مثل يكون المقبلات اللي احنا نعرفها، أكثر هواية من المقبلات احنا نتناولها تكون باردة. شوفوا هنايا الاختفاء صار هي من ضفت عندي الكشك للخلطة مالتي. على كل حال ضفت الكشك هنايا، ومثل استمريت بالتحريك أو استخدمت المضرب اليدوي. تقريبا أخذ من عندي 5 دقائق. وهنا هذا الكشك اللي مكتوب عليه كشك اللي مايع، هاي نوعية أخرى بس أنا مستخدمة قبلها نوعية ثانية. طبعا هنا عندي الطبخة بدأ يجهز تقريبا، راح أخليها على جنب. أكيد هسه حارة، تشوفون السمك مالها مختلف، من راح يبرد راح يكون مختلف كاملة. راح أخليها على جنب لحد ما عندي كاملة يجهز، بس مجرد يتبخر عندي المي اللي بداخلها حتى أوصل للنتيجة الصحيحة. بالنسبة لتشكيل الصحن مالتنا أكيد راح أحتاج مقدار من النعناع الجاف، هم راح احتاجها. بمقلاية اضيف كمية من الزيت او تحبون تضيفون كمية من الزبدة حسب رغبتكم، او حتى تقدرون تستخدمون زيت الزيتون بهاي الطبخة. طبعا يكون افضل، بس انصحكم لانه زيت الزيتون ما لازم يحترق. فهنا ضفت كمية من النعناع ووطيت الحرارة، لانه عندكم النعناع هنا يحترق. حتى لتزيين الصحن مالتنا بهذا الشكل مثل ما تشوفون. طبعا هي عملية هنا اختيارية، إذا تحبون تزينون عندكم الصحن بالشكل اللي انتم تحبوه، وأكيد راح تشوفون تزيين الصحن كيف راح يكون. ويكون يا ربي هذا الفيديو أو هاي الأكلة عجبتكم، أكيد راح تجربوها. وتحياتي، يوم سعيد عليكم وعلينا يا رب.